بكل تأكيد. يعني ما نراه اليوم ليس ببعيد عن سياسات أردوغان في توظيف الجماعات الإسلامية ضمن أجندته السياسية والإيديولوجية والدينية، خاصة إذا عدنا إلى الوراء عن حول هذه الجماعة. يعني هذه الجماعة كما هو معلوم ظهرت منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي، وهي جماعة إسلامية تسعى إلى إقامة الشرق الكبير، أي إقامة خلافة إسلامية ليست فقط في الشرق بل في العالم. يعني وهي تتبنى العنف، يعني قريبة من تنظيم القاعدة والجماعات الأخرى مثل الإخوان المسلمين أيضا، التي هي منبع ظهور أردوغان. يعني ما تتبناه هذه الجماعة هي إقامة تركيا، إلغاء تركيا العلمانية واستبدالها بتركيا دينية إسلامية سنية، نفس الشعارات التي يعمل بها اليوم أردوغان. ومنذ عام 2016 وبحجة الانقلاب بدأ أردوغان تدريجيا بتحويل تركيا إلى نهج هذا حمزة كايا وجماعته، جماعة حزب المغيرين الإسلاميين الشرقيين العظمى. أي بمعنى يعني حتى هناك بعض المصادر تؤكد بأن أردوغان نفسه ينتمي إلى هذه الجماعة، لأن بسبب علاقته الوثيقة مع هذه الجماعة، حتى أن زعيم هذه الجماعة صالح أوغلو الذي أدين بتفجيرات. نعم، فلنتحدث عن هذه المواقف التركية، التناقض التركي في مواقفه. يعني في عام 2003 كان هناك يعني سلسلة من التفجيرات في مدينة اسطنبول، وعلى إثرها أدرجت جبهة المغيرين الإسلاميين، أو أدرجت يعني جبهة المغيرين الإسلاميين الشرقيين العظمى على قوائم الإرهاب في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي وأيضا الولايات المتحدة. برأيك ما يعني السبب أو ما سر هذا التناقض في المواقف التركية؟ بتقديري لا يوجد هناك تناقض، فقط هناك توظيف للجماعات الإسلامية في كل وقت. يعني إذا عدنا إلى تاريخ تركيا، كافة الحكومات المتعاقبة استثمرت الجماعات الإسلامية. يعني كما يعني نتذكر حزب الله التركي استثمر ضد الجماعات اليسارية وضد محاربة الداعمين للقضية الكردية واغتيالات الكرد. أيضا اليوم في تركيا هناك حراس الليل التي هم من أعضاء تنظيم، من أعضاء حزب أردوغان، أيضا جماعة دينية تقريبا ضمن هذا الإطار. أي بتقديري ليس هناك إنما توظيف هذه الجماعات، يعني خاصة تركيا مليئة بهكذا جماعات. هذه الجماعات تستخدمها الاستخبارات التركية في تصفية معارضيها. يعني من إذا عدنا قليلا، هناك مئات بل الآلاف من الاغتيالات التي حصلت في تركيا ضد الأكراد والجماعات الديمقراطيين واليساريين وقيدت ضد مجهول. يعني اليوم أيضا خاصة أردوغان بحاجة إلى هكذا جماعات، أولا لترهيب المعارضة، وأيضا محاربة الكرد بهذه الجماعات التي هي جزء من إيديولوجية. نعم دكتور زارا صالح، كاتب وأكاديمي، شكرا لك على هذا التوضيح. كنت معي من لندن، شكرا جزيلا لك.